هانز فليك النهارده هياخد جائزة أسوأ إدارة لمباراة شُفتها لبرشلونة يمكن من سنين طويلة، مش بس الموسم ده. برشلونة الحقيقة النهارده يعني قدر إن هو ينجو من نتيجة تاريخية وكارثة كانت هتبقى يعني كارثة كبيرة جدًا. الماتش ده أقل حاجة يخلص 8-0 مثلًا 9-0. فريق أتلتيكو مدريد مضيّع في الشوط الأول بتاع 3 أهداف، وفي الشوط التاني تقريبًا برضه مضيّع ييجي بتاع 3، 4 أهداف، وأهداف يعني اللي هي 100% جون، ما ينفعش إن هي تضيع. بُص، أنا معاك إن ممكن مثلًا المدرب يبقى مثلًا بادئ بتشكيل غلط، التشكيل مش أفضل حاجة، ممكن برضه نتيجة سير المباراة إنك يدخل فيك هدف و2 ما فيش مشكلة، بس أنا ما فهمتش نقطة. أنت فريق خسران بنتيجة 4-0 في الشوط الأول، الطبيعي هتعمل إيه في الشوط التاني؟ تغييرات، تعمل تغييرات، هتحاول تضبط الفريق. أنت شُفت الشوط الأول فريق برشلونة دفاعيًا يعني ما جاش المباراة، وفي شوارع من ناحية بالدي، اللي هو كان واحد من أسوأ اللاعيبة النهارده في المباراة. طيب أنت عملت إيه؟ هل عملت تغييرات؟ ما عملتش تغييرات، أنت ما عملتش هو تغيير واحد بس في الشوط الأول، إن أنت نزّلت ليفاندوسكي. طيب في الشوط التاني بقى المفروض كنت تضبط الدنيا، تحاول إن أنت تعمل تغييرات عشان تقدر إن أنت على الأقل تسجّل هدف والّا هدفين وترجع في نتيجة المباراة والنتيجة ما تبقاش 4-0، وفي نفس الوقت تضبط الدفاع بتاعك وتأمِّن دفاعاتك، لكن أنت يعني ما عملتش أي حاجة. أنت فضلت تقريبًا لحد الدقيقة كانت تقريبًا 72، افتكرت إن أنت عندك مشكلة دفاعية، وافتكرت إن أنت عندك مشكلة في لاعب زي بالدي من أسوأ اللعيبة، وكان في مشاكل كبيرة جدًا في ضهر اللاعب ده النهارده، فافتكرت في الدقيقة 72 إن أنت تخرّجه، فيعني الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ده غير كمان إن أنت اتطرد منك لاعب وبقيت بتلعب ب9 لعيبة بس قدّام مع الحارس، يعني بتلعب ب10 لعيبة، اللي هو أنت أصلًا بال11 لاعب ما كنتش عارف تعمل أي حاجة، فتخيل بقى لمّا يتطرد كمان منك لاعب. فأنا باقول لك النهارده أتلتيكو مدريد ضيّع نتيجة كانت هتبقى نتيجة يعني تاريخية بكل معنى الكلمة. على الأقل الماتش النهارده يخلص 8-0، على الأقل أقل حاجة يخلص 8-0. النهارده الأداء الدفاعي مش عليه علامة استفهام واحدة، ده عليه 100 علامة استفهام. أنا عايز أفهم أنت ليه يعني بتتقدم بشكل كبير جدًا، بشكل مبالغ فيه، وبتسيب الدفاع وبتسيب مساحات، وأنت عارف أصلًا إن فريق زي أتلتيكو مدريد راس ماله كله إن هو يلعب على المرتدات، يدافع بشكل كويس medium block وlow block، يعني يستغل السرعات اللي موجودة عنده، ويستغل التحولات السريعة ويلعب على المرتدة. فأنت اديت له ده، أنت كأنك كده بتقول له اللي هو خُد اكسب المباراة، خُد الحاجة اللي أنت بتحبها. أنت بتحب إيه يا حمادة؟ بتحب الاستحواذ وبتحب المرتدات وإن إحنا نستحوذ وأنت يبقى تلعب على المرتدة والتحولات السريعة، إحنا هنخلّيك تعمل كده. النهارده أكتر من كورة بتتلعب تقريبًا مثلًا في ثانيتين 3، بتلاقي فريق أتلتيكو مدريد بيطلع من الدفاع بتاعه بيبقى في ثانيتين 3 عند الفريق عند الجون بتاع برشلونة. فكانت حاجة غريبة، يعني أنا ما فهمتوش. حتى هجوميًا لامين يامال بالنسبة لي مثلًا النهارده ما عملش حاجة، ما قدّمش حاجة، ليفاندوسكي نفس الكلام. فسواء هجوميًا أو دفاعيًا أنت كنت برّه المباراة النهارده تمامًا. أنا ما أعرفش اللعيبة مالها، ما أعرفش المشكلة فين، وزي ما قُلت لك هانز فليك أدار المباراة بطريقة ما فيش أسوأ من كده. يعني أنت والله لو نازل إن أنت تخلّيهم أتلتيكو مدريد يكسبوا ويكسب بالنتيجة دي، مش هتعرف تعمل كده، والله ما هتعرف تعمل كده. لاعب زي بالدي ده يا راجل أنت لو بتدافع بكوكا بتاع الأهلي، والله العظيم ما كان هيعمل الأخطاء دي. ده الواد فيه وراه مساحات، شوارع، شوارع، فريق كامل بيلعب في الحتة دي، وهو ما فيش لا دفاعيًا ولا هجوميًا. وحتى هانز فليك أنا قُلت بقى الشوط التاني يعني طالع بنتيجة 4-0 نتيجة كبيرة، فالمفروض الشوط التاني أول واحد يطلّعه من الملعب بالدي، تحاول تضبط الدفاع، تأمِّن دفاعاتك بشكل كبير. وأنا قُلت إن هو ما ينفعش إن هو ينزل في الشوط التاني، يبقى فاتح الخطوط بتاعته، فتلاقي إن أتلتيكو مدريد بيقدر إنه يعمل خطورة ويسجل الخامس والسادس. وفي نفس الوقت ما ينفعش برضه إن هو يلعب دفاع ويستنى المرتدة، لأن هو كده مش هيسجل. فريق أتلتيكو مدريد أصلًا ما بيحبش إنه يمسك كورة ولا يلعب على الاستحواذ. فاللي أنا كنت شايفه وده قُلته في اللايف اللي هو في اللايف بتاع المباراة، أنا قُلت إن فريق برشلونة وهانز فليك لازمًا يعمل معادلة صعبة. الشوط التاني لازم يأمِّن دفاعاته بشكل كويس جدًا، ويشوف بالدي المشكلة ده، يحل المشكلة بتاعة ناحية الشمال، فيعمل المعادلة الصعبة إن هو يبقى أمِّن دفاعاته بحيث إن ما يدخلش فيه أهداف تانية، وفي نفس الوقت يحاول إن هو يخطف هدف و2. هو تقدر تقول إن هو ماشي ما دخلش فيه أهداف في الشوط التاني، وده شيء كويس ماشي إن هو ما دخلش فيه أهداف، لكن في نفس الوقت أنت ما قدرتش إن أنت تستغل السرعات ولا تستغل اللعيبة اللي موجودة عندك في خط الهجوم، واللعيبة كانت سيئة جدًا.
والمباراة كانت يعني ما فيش أسوأ من كده، يمكن أسوأ مباراة لهانز فليك مع برشلونة من ساعة ما جه برشلونة، ومباراة سيئة جدًا. وزي ما قُلت لك كمان حصل الطرد بتاع جارسيا، فاللي هو اليوم كُلّه يوم سيء ويوم تحس إن هو يوم مقرف بالنسبة لمشجع برشلونة. ومباراة المباراة دي أصلًا مباراة ذهاب، هو الكاس عندهم بيتلعب ذهاب وإياب، وأنا ما أعرفش ليه بيتلعب كده، تقريبًا دي الدولة الوحيدة اللي بيتلعب فيها النظام ده، إن أنت تلعب مباراة كاس ذهاب وإياب. فأنت المفروض منك المطلوب منك دلوقتي إن أنت تكسب الماتش الجاي 5-0 قدّام فريق زي أتلتيكو مدريد. فعلميًا وكرويًا وورقة وقلم الموضوع بقى مستحيل، مستحيل إن أنت تكسب فريق زي أتلتيكو مدريد 5-0. أنت أصلًا شُفت النهارده أتلتيكو مدريد كان بيلعب بخطة دفاعية ما فيش أحسن من كده، النهارده سيميوني أدّى له 10/10. فريق كان بيلعب بشكل دفاعي منظم بشكل قوي جدًا، بيعرف إن هو يقف ويمنع كل الخطورة على من فريق برشلونة، ويمنع مفاتيح اللعب، وفي نفس الوقت قدر إن هو يسجل عليك 4 أهداف، وكمان كان مضيّع مثلًا بتاع 4 أهداف والّا 5 أهداف محققين، والفريق بقى فريق مرعب، هو أصلًا الفريق كان مرعب. فتخيل دلوقتي واحد كمان ضاف لهم زي لوكمان، فبقى عندك خط هجوم مش عارف جريزمان ولوكمان والفاريز ويوريتي، الفريق بقى مرعب، الفريق بقى مرعب. وكمان لوكمان بقى سريع كمان، ولوكمان ده سريع، فالفريق بقى يعني أقوى، وبقى عنده سرعات، وبقى عنده مرتدات خطيرة. فالله يكون في عون الفرق اللي هتلعب بعد كده قدام أتلتيكو مدريد بالشكل ده، إنك فريق تفتح دفاعاتك أو تفتح خطوطك قدام فريق زي أتلتيكو مدريد، فأنت كده يعني بتقول لهم اكسبوا المباراة، أنا مش عايز أكسب المباراة. فزي ما باقول لك هو الموضوع بقى مستحيل، بقى مستحيل إن أنت ترجع في النتيجة خلاص وتكسب 5-0 في مباراة الإياب، أعتقد يوم 3-3 في الكامب نو. ولكن أنا باقول لك الموضوع خلاص خلص كده، وما أعتقدش إن برشلونة هيقدر إن هو يرجع. طيب نيجي بقى لعمنا، عمنا وحبيبنا المدرب العبقري الكبير المعلم أرتيتا وفريق أرسنال. والله أنا عندي سؤال والله، بس عايز إجابة يعني، هو حد مفهم فريق أرسنال إنه حرام إنه يكسب الدوري؟ يعني هل اللعيبة دي فاهمة إن هو حرام ما ينفعش تكسب الدوري؟ يا جماعة أنتم بتبقوا قريبين من الدوري وخلاص هتكسب الدوري، تلاقي فجأة اللعيبة كده اللي هو ما تبقاش مصدقة، اللي هو إيه ده إحنا هنكسب الدوري؟ إحنا ممكن نكسب الدوري؟ لا، لا إحنا ما اتفقناش على كده، تعالَ نخسر وتعالَ نخسر ماتشات، تبقى ماتشات سهلة نسبيًا من ماتشات تانية كبيرة أنت بتقدر أنت تتعامل معاها وتكسبها، لكن بتيجي في الماتشات اللي هي بتبقى سهلة نسبيًا وتخسرها أو تتعادل وتخسر نقط. دلوقتي الفرق بقى 4 نقط، الفرق قبل مباراة أرسنال وبرنتفورد كان 3 نقط. وأنت عارف مانشستر سيتي بيستغلّوا حاجة زي كده، ما بيصدّق، بيفضل يضغط، بيضغطك، يكسب، تلاقي مرّة واحدة السيناريو اللي أنا عمّال أتخيّل دلوقتي إن هو ممكن يحصل، ما أعرفش ساعتها جمهور أرسنال ممكن يحصل فيه إيه لو حاجة زي كده حصلت، إن تخيّل بقى فريق أرسنال يخسر الماتشات اللي جاية، وفريق مانشستر سيتي يقدر إن هو يكسب ويفرق عن أرسنال وياخد الدوري. تخيّل معايا السيناريو، وتخيّل معايا كده مشجّع، يعني مشجّع أرسنال ممكن يحصل له إيه في حاجة زي كده. فأنا مش عارف، يعني الموضوع بيبقى في إيد أرسنال وفي إيد المدرب واللعيبة، ليه ما بتقدرش تكسب وليه ما عندكش نَفَس طويل؟ مشكلة أرسنال دايمًا إن هو ما عندوش نَفَس طويل، تحس إن هو بييجي في الأوقات اللي زي دي من الموسم، وبييجي في ماتشات بتبقى سهلة نسبيًا زي ما قُلت لك، وما تفهمش إيه اللي بيحصل له. يعني فريق بيبقى قريب من الدوري وفجأة يخسر الدوري بسيناريو، يعني سيناريو يجيب جلطة لكل جمهور أرسنال الحقيقة، والله يكون في عونهم. أنت فريق كنت أنت فريق كنت متقدّم وفارق عن مانشستر سيتي تقريبًا ب7 نقط أو 9 نقط، فلو كنت فضلت إن أنت تكسب كنت هتحط مانشستر سيتي في ضغط، لإن هم كانوا بيخسروا مباريات وبيتعادلوا. وأنا قُلت أكتر من مرّة قبل كده، قُلت إن فريق مانشستر سيتي برغم الصفقات اللي جابها لكن هيخسر ماتشات وهيتعادل ماتشات، فأنت بقى اكسب، أنت اكسب لو أنت عايز تاخد الدوري. لكن إحنا بنشوف إن فريق زي أرسنال بيفرّط في نُقط يعني بتبقى سهلة. أرتيتا أنا ما بافهمش، يعني ما بابقاش فاهم هو ممكن يكسب أجمد فريق في العالم ويقدّم أداء جامد جدًا، لكن بييجي قدّام فرق ممكن تبقى أقل نسبيًا، وإن كان برنتفورد برضه مش فريق ضعيف يعني، فريق كويس، هو تقريبًا في المركز السادس أو السابع في جدول الدوري، ولكن قصدي هو مش فريق مثلًا من فرق الtop مثلًا، لو أنت خسرت هاقول لك عادي،
لكن أنت مطلوب منك إن أنت فريق تكسب، مطلوب منك إن أنت ما تخسرش ولا نقطة. وكمان كلنا عارفين إن مانشستر سيتي بيقدر يستغل الظروف اللي زي دي، وبيقدر إن هو يقلص الفارق، وبعد كده ممكن عادي جدًا تلاقيه بياخد الدوري بعد كل السنين دي. فأنا مش عارف بعد كل السنين والمحاولات دي من فريق أرسنال إنه ياخد الدوري، ممكن تلاقي إيه فرصة أفضل من كده تاخد فيها الدوري. يعني أنت السنة دي فريق زي ليفربول فريق واقع ومش بينافس على بطولة الدوري. تشيلسي برضه مشاكل ومدرب بيمشي ومدرب تاني بييجي، وعندهم مشاكل كتير وبرضه مش أفضل حاجة ومش بينافسوا على الدوري. مانشستر يونايتد برضه عارفين المشاكل وموريمي اللي مشي وبعد كده كاريك، اللي هم يا دوب بيحاولوا ان هم يطلعوا مثلا من الاربعه الكبار ويقدروا ان هم يلعبوا في دوري ابطال اوروبا. فانت ما فيش فريق توتنهام نفس الكلام برضه فريق اساسا مش عارف في الترتيب الكام دلوقتي وضايع. فانت ما فيش حد بينافسك غير مانشستر سيتي. مانشستر سيتي خسر ماتشات كتير وتعادل في ماتشات كتير وضيع نقط كتيره جدا. أنت إزاي ما قدرتش تستغل حاجة زي كده؟ أنت لو مش هتكسب السنة دي قُل لي ممكن تكسب إمتى؟ أصل خلّي بالك السنين اللي جاية، يعني السنة اللي جاية مش هتلاقي برضه المنافسة هتبقى ما بينك بس والسيتي، لأ، أعتقد إن ليفربول هيقدر إن هو يرجع تاني في المنافسة. تشيلسي كمان ماشي مع المدرب الجديد اللي أنا مش عارف اسمه، مش عارف أنطق اسمه لحد دلوقتي، لكن بصراحة عاجبني يعني مش شايف إن هو كويس، مشي كويس، هو بس يمكن عنده مشاكل دفاعية. لكن فريق زي تشيلسي أعتقد الموسم الجاي هيبقى بينافس برضه على لقب الدوري، فالفرق هتبقى أقوى. والفرق هتبقى بتنافس بشكل قوي. فانت هيبقى عندك مشكله لانك دلوقتي انت بتنافس فريق واحد. الموسم اللي جاي والسنين اللي جايه انت مش هتنافس فريق واحد، انت بتنافس فرق كتيره بتنافس على لقب الدوري. فلو انت مش هتقدر تكسب الدوري السنه دي هتكسبه امتى؟ هتكسبه امتى؟ وهنا بقى سؤال برضو جمهور ارسنال، لو انت ما كسبتش الدوري السنه دي هل شايف ان ارتيتا كفايه عليه كده؟ مش هيقدر انه يحقق لقب الدوري وكفايه عليه كده ويتغير بقى وتجيب مدرب تاني، ولا لا ممكن تديله فرصه او بناء بقى على انت هتخسر الدوري ازاي لو انت خسرت الدوري؟ فده سؤال برضه جمهور ارسنال يجاوبني برضه عليه في الكومنتات. انتوا شايفين ان كده ارسنال يعني كفايه عليه كده ارتيتا ان هو يمسك الفريق لحد كده ويبدا يغير، ولا يعني نشوف بقى لسه الدوري بقى ممكن يحصل فيه ايه وممكن الله اعلم جايز انا قلت او توقعت ان ارسنال ياخد الدوري وان هو يكسب الدوري، لكن بالاداء اللي بيقدمه وبالنتائج اللي انا بشوفها مؤخرا فحاسس ان لا الموضوع بقى بعيد. الموضوع بقى عمال بيبعد، وزي ما قلت لك دلوقتي فرق 4 نقط، ففرق 4 نقط في الدوري الانجليزي كأن مفيش فرق. الدوري الانجليزي الفرق 4 نقط ده حاجه عاديه جدا وعادي جدا مانشستر سيتي ان هو يقدر ان هو يعني يرجع في النتيجه ويقدر ان هو كمان ياخد الدوري. فالله يكون في عون جمهور ارسنال زي ما قلت لك. النهارده كانوا يعني مباراتين مهمين، مباراتين كانوا انا كنت شايف ان مباراتين مهمين جدا سواء طبعا لبرشلونه او ارسنال، وشفنا فيهم اثاره بشكل كبير جدا. ولكن فريق برشلونه بيخسر زي ما قلت لك 4-0 وكده الموضوع بقى يعني شبه مستحيل ان هو يرجع تاني في مباراه الاياب. وكذلك كانت مباراه مهمه لارسنال ان هو يكسب فيها علشان برضه ما يحطش ضغط على نفسه وعشان اللعيبه يبقى يعني تلعب باريحيه وعدد النقط يفضل كبير شويه يعني وما يبقاش 4 نقط بس ما بين ارسنال والسيتي لان ده عدد يعني فرق نقط قليل في الدوري الانجليزي. لكن يعني كالعاده ارسنال متعود ان هو يعني يجلب جمهوره ويعمل يعني مشاكل لجمهوره. فالله يكون في عون جمهور ارسنال وان شاء الله اشوفكم بقى في حلقات جايه ان شاء الله. فما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. والسلام عليكم.